شفنا الفترة اللي فاتت نصباية شركة شركة راح تقلل الناس، تجيبوا ناس تحتكم وهنعمل نظام الشجرة والناس دي تجيب ناس تحتها وانت هتكسب وتتفرج على فيديوهات وهنديك فلوس. طبعا ايه الحدايه ما بتحدفش كده، اكيد طلعت نصبايا وللاسف الشركة كانت بتاع 6 مليار دولار وربنا يعوض على الناس اللي دفعت. طب ليه انا بقول كده؟ لان النصاب بيدور على الطماع. عشان كده انا نصيحتي ليك ما تبداش بيزنس وانت مش فاهم فيه، لازم تنزل وتشوفه بعينك وتدرسه سنة واتنين، ولو قدرت تشتغل فيه بايدك كمان يا ريت. ياما شفنا وسمعنا عن مشاريع كانت براقة جدا، بعد ما اشتغلنا فيها لقيناها مش حلوه زي ما كنا فاكرين ولا مش مناسبه لينا، وياما ناس ضيعوا روحهم وضيعوا فلوسهم ورا احلام الثراء السريع، وللاسف كلها بتطلع بلح وكلها ربنا يعوض عليهم. عجبتك الزراعه؟ انزل واسال واحد واثنين، انزل سوق العبور شوف الطرح بيتباع هناك وبيتباع من لمين وبكام، خد معلومات كافيه، خد وقتك تماما في السؤال قبل ما تبتدي اي مشروع سواء مشروع نخل او غيره. لازم تبقى عندك معلومات بينه كويسه قوي بناء عليه تبتدي تدخل المشروع. المهم يا رب اتمنى اكون افدتكم واتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وفي بقى عندكم اي استفسارات ما تنسوش تكلمونا او تبعتوا لنا على صفحه او على الواتساب وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده باي خدمات. السلام عليكم.